خوتي السلام عليكم. اش خباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم موضوعنا غادي يكون موضوع قاصح. غادي نهضروا على الخيانه الزوجيه وهذيك الجرح اللي كتخلي في الروح ديال المراه. شحال من قصه سمعنا وشحال من دمعه شفنا، والسؤال اللي كيتكرر ديما: واش النساء كتنسى هاد الطعنه؟ ولكن حنا اليوم غادي نطرحوا واحد السؤال اهم: واش الراجل بليطو ما كيشوفش هذاك الشيء اللي عنده، هذيك النعمه اللي عنده، وكيطيح في هاد الخيانه؟ ولا هو كيكون مصاب بواحد النوع ديال المرض، واحد النوع ديال العمى، تلاميس، كيسدوا ليه عينيه، كتسد ليه العين، ما كيبقاش يشوف اش عنده. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. الهضره غادي تكشف حقيقه مره. خوتي، الخيانه هي كلمه صغيره وهي غلطه، ولكن راه ماشي حدا هنا، راه ماشي غير غلطه وصافي، راه هي زلزال يدمر كل شيء مبني على الثقه والامان. وبالنسبه للمراه، الجرح اللي كيخلي فيها في الداخل ديالها راه اكثر بكثير من داكشي اللي كيبان لينا حنا. ولكن اللي كنستغربوا ليه اكثر هو ذلك الغباء اللي كيكون طاح فيه الراجل. كيولي غبي لواحد الدرجه انه ما كيشوفش اش عنده، كيعمى على داكشي اللي كيكون عنده. كتكون عنده ظروف زوينه، كتكون عنده مرا مزيانه معقوله ظريفه، خدامه معاه، يعني على الحلو، معاشرين على الحلوه والمره وبنت الناس، ولكن كيمشي يبدلها وبمن بنت الزنقه وقليله الحياه. اي فا فواغ، فا كومبروندر. ولكن هذاك الخائن كيكون في الحقيقه كيكون في واحد الحاله ديال انكار الواقع، لانه كيسحب لي غير نزوه عابره، راه ما عندهاش، ما غيخلصش فيها شي ثمن، صافي راه نزوه غتمشي. هو راه كيخلص فيها واحد الثمن غالي، كيتهدم ليه كل شيء. الخائن ما كيغلطش غلطه راه خنت مرا، لا، بعيد على هادشي. راه الخيانه اولا كتكون خنتي الله سبحانه وتعالى. الخائن كيكون خان الله سبحانه وتعالى اللي قال لنا، اللي وصانا على معاشره بالمعروف. طاح في الزينه هي حرام، خان واحد الانسانه تاقت فيه وشركات حياتها مع حياته، يعني هكاك. وعاد حاجه واحده اخرى هي انه خان راسو بعدا، تخلى على المبادئ ديالو والاخلاق ديالو. وهذا الشيء كله واقع، والسيد ما هواش هنا عاجبو الحال، كيتحاب راسو ذكي، دارها بشي وحده، فرحان. غادي ندوزو دابا الانواع ديال التعاملات مع هذا الموقف ديال الخيانه. كل وحده كيفاش كتعامل مع هاد الخيانه هذه ملي كطيح هاد التجربه. كاينه الاولى اللي كتعامل بواحد الشكل كيغلب عليها الكبرياء ديالها، كتقول لك خانني، كتاخذ واحد القرار قطعي ديال الطلاق، غنطلق، الكرامه ديالي ما تسمحش ليا نبقى معاه، ما يستاهلنيش. ولو تكون عارفه راسها غادا تطلق وغتمشي لظروف صعيبه، كتقول لك ما كاينش اصعب من هاد الحاله هذه اللي انا فيها، ما يستاهلنيش نخليه، وكتمشي بحالها. وكاينه ثاني نوع اللي كتخدم بعقلها. كلهم عندهم كرامتهم، عندهم كبريائهم، كاع العيالات، غير كل وحده وكي كتعامل. كاينه اللي كتعامل بعقلها، كتقول لك ما كتطلقش نظرا لظروف ما كتبغيش تطلق، ربما الظروف اللي غتعيش فيها من بعد خايبه اكثر، ولا مثلا كتخاف من نظره المجتمع، ولا عندها ظروفها. المهم هذاك الشيء ما كيعنيناش، كل واحد وظروفه. اللي كيعنينا هي الطريقه باش كتعامل، كتبقى مستمره بحال الا شي حاجه ما كاينه، ما كتبدلش حتى هو معاه، كتبقى عاديه. المهم داكشي اللي كيبان لينا حنا كتبان لينا عاديه، ولكن هي هزه في قلبها اللي ما يتهز، هز الهم في قلبها والجرح عميق. ولكن هاد المراه هادي
راه مني كتلتجأ الله سبحانه وتعالى وتجلس كتخوي قلبو مزيان على الله وكتشكي ليه وكتنوض وتمسح دموعها وتبان لينا حنا عاديه وتبان راجلها عاديه. ويا ويلو اللي طاح في هذا النوع هذا اللي كتلتجأ للحق سبحانه وتعالى الكبير وكتشكي ليه همها. هذا راه اخي اكيد ان ربي ما غاديش يزقلو، يعني غادي ياخذ الحق، وربي سبحانه وتعالى كياخذ الحق من الظالم في كل ظروف في كل حاله. وكاين النوع الثالث اللي هي كتقول لك والله ما نطلق، والله ما ندي ولادي نشتتهم نبقى معاه، والله يا بو تنخرجوا من عين البرا، كما دار ليا كما حرم عليا المعيشه والله تنحرمها عليه، والله حتى كتطفي الضوء في داك الحاله ديال الخيانه. صافي كتعيشوا في الجحيم. كتقول لك نبقى معاه يصرف على ولادو ويكبر ولادو، ولكن الثقه مشات وهذا، وكتبقى هي كتدمرو كما دمرها نفسيا. وكاينه النوع الرابع اللي كتقول لك لا خصني نرد كرامتي ونرد الاعتبار ديالي، انا خصني نخونو. هادي كطيح في الغباء ديالو، كتولي بحالو صافي نفس الخطا نفس الاخطاء كاع داكشي اللي قلنا كتولي حتى هي دارتهم. والمشكله انها راه ماشي كترد الاعتبار ديالها والكرامه ديالها، او كونترير كتبهدلهم اكثر، لانك انت زدتي بهدلتي براسك وطيحتي كرامتك اكثر. وبغض النظر على كل امراه كيفاش كتختار تعامل مع هاد التجربه هذه ديال الخيانه، خصنا نعرفوا ان الخيانه ديما كتهرس المراه، كتدمر المراه من الداخل تدمير شامل. كتكون المراه واقفه بحال شي عماره شامخه ودات سنين باش كتبنى، راه من صغرها والمراه كيكبروها بالحب والحنان والاحترام، ملي كانت عند والديها حتى وجدات حتى ولات مراه، وكتولي بحال شي عماره واقفه. كيجي واحد في لحظه غباء كيضربها بنص، كيطيحها، كيريبها، كيفتتها. الخيانه كتهرس الروح، كتزعزع الامان، وكتخلي المراه تعيش واحد الجرح غائر وما كيكونش ساهل، ما كيبراش بسهوله. كتفقد الثقه في الاخر، وكتولي تشوف بالحياه بواحد النظره مختلفه، عامره بالخوف وعامره بالشك. وكل قصه من هادو كتحكي لينا على القوه الداخليه ديال المراه، وكتحكي لينا على الصبر ديالها، ومع الاسف كتحكي حتى على الالم العميق اللي في الداخل ديالها، وعلى الغباء ديال الخائن اللي ما خلاهش يشوف اش عنده. واللي خصنا نفهموه مزيان هو انه اي قرار خداته المراه كيف ما كان القرار ديالها، خصنا نعرفوه انه نابع عن ردة فعل على هذاك العمى ديال هذاك الشريك ديالها. ودابا خوتي بغيت نوجه رسالتي لكل وحده موجوعه من هاد الخيانه هادي. سمعي مزيان، بغيت نقول لك هاد الخيانه هادي راه ما كشفاتش الضعف ديالك انت، كشفت الضعف ديالو هو، لان انت القوه ديالك في الداخل ديالك، والقيمه ديالك تغدر ما غاديش ينقصها. هذا درس قوي غتعلمي منه، ولكن ما كينقصش منك. بالعكس اللي هو الخائن كيكون خسر الثقه، خسر الامان، خسر مرأة حره في دارو. الخائن كيكون الغباء ديالو اكثر من الخيانه ديالو. وانتي خلي ما تخليش هاد التجربه هادي تكسرك، بالعكس خليها واحد الانطلاقه لحياه افضل، تعيشيها كتحترمي راسك وكتبغي راسك وكتقدري راسك. بقاي واقفه شامخه. الخيانه جرح، ولكن انت اقوى، انت تستاهلي الخير. وكيف ما اختاريتي، سواء اختاريتي انك تكملي حياتك مع هذا الانسان هذا تبداي من جديد، هذا موقف شجاع. وإلا كنتي بغيتي تخلي كل شيء موراك وتمشي وتبداي حياة مع واحد آخر جديدة، هذا كيبقى كل الحق لك. خاصك أنك تعرفي تفكري غير في مصلحتك في نهاية وسعادتك.
خوتي، وفي النهايه ديال هذا الفيديو بغيت نقول لكم الا حسيتوا بكلامي فيه فائده وتقدر تلمس قلوب اشخاص اخرين، ما تخلوش عليا بالبارطاج على اوسع نطاق. خليو هذه الرساله توصل لكل امراه باغا الدعم والقوه، وربما لكل راجل باغي يفهم اكثر. وبالدعم ديالكم والبارطاج بيه باش تستمر هذه القناه تكبر وبيكم تكبر. وشكرا لكم على المساندة، وشكرا لكم على الدعم ديالكم. وهذا مكان، والسلام عليكم حتى الفيديو آخر إن شاء الله.